السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ نور. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير يا رب. اليوم رجعت لكم بتحليه بارده. هذا وشي وانا مع السخانه اللي رانا فيها. جبت لكم هاد التحليه بذوق الكراميل، تجي بزاف بنينه. لكن قبل ما نبداو فيديو اليوم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات باش يلحقكم كلشي جديد. وبلا ما نطول عليكم ندوزو للوصفه. اول حاجه عندي هنايا 400 غرام تاع بسكوي، اي نوع بسكوي يكون تحبوه ولا متوفر عندكم في البيت. حنستعمل 300 غرام منه، حندير هكا قاعده، و100 غرام حنضيفها للطبقه الثانيه. ايضا عندي هنايا زوج علب تاع بتي سويس. ايضا عندي فلون ذوق كراميل. الفلون حنستعملو الطبقه الثانيه، اما الكراميل ديالو فحنستعملو للتزيين. ايضا عندي لتر تاع حليب، كنت ناقص لها قيس كاس صغير، انا نحب الفلون ديالي يجي خاثر. وايضا عندي حوالي 100 غرام تاع زبده. هنا تقدروا تضيفوا على هاد الكميات تاع الزبده باش تشمخوا البسكوي ديالكم، لكن هنا حبيت ندير بين الزبده والماء باش ما تجينيش الطبقه الاولى تقهم وبزاف ثقيله. ندوز الان باش نرحي البسكوي ديالي. والان هاوليك البسكوي بعد ما طحنتوه، هنا طحنته ناعم كما راكم تشوفوا. حنبقى نضيف له في الزبده حتى نتحصل على قوام يكون رملي. كما قلت لكم تقدروا تكملوها كامل زبده، اما انا حندير نص زبده ونص الماء باش ما تجينيش الطبقه الاولى ثقيله وتقهم. والان هاوليك القوام اللي نحتاجوه. شوفوا هنا كي ضغطت عليه بيدي كيفاش تلم، وايضا يتفتت بسهوله. كنت هنا ايضا جبت هذا المول تاع تشيز كيك، كنت حطيت له بابي كويسون وحنفرغ فيه كامل هذا الكاطو. نمشي كاع الكاطو في هذا المول ونضغط عليه مليح. نضغط مليح على الطبقه ونحاول نسويها باش ما تجينيش الطبقه الثانيه معوجه. بعد ما ضغطت عليه مليح حندخله في الثلاجه ما بين ما نجدو الطبقه الثانيه. في الطبقه الثانيه كما قلت لكم عندي لتر تاع حليب، كنت نقصت لها كاس صغير. حنضيف عليها العلبه تاع الفلون ذوق كراميل، وحنحطه فوق الفرن حتى يغلي. وهذوك الفلون بعد ما غلا رايحين نطفيو عليه. جبت ايضا 100 غرام تاع بسكوي اللي كنت خليتها مع الاول ورحيتها هي ايضا. حنضيف عليها هذاك الفلون وزوج علب تاع البتي سويس. حنضرب كامل هاد المكونات مع بعض مليح بالباتر. واذا كان الروبو تاعكم يحمل سخانه تقدروا تحطوه ديراكتومون في الروبو. بعد ما ضربت كامل المكونات مع بعض مليح، هنا جبت الطبقه الاولى وحنفرغ فوقها الطبقه الثانيه. بعد ما نفرغوا الطبقه الثانيه راح ندخلوا هاد التحليه الفريجيدير. باش نقول لكم انه كل ما بردت التحليه راح تكون بنينه اكثر. على الاقل خلوها حوالي 6 سوايع، ولا ديروها صباح وخلوها حتى الليل باش تقطعوها. والان هذيك التحليه بعد ما بردت هنا والله جات بزاف رائعه، جات بزاف بنينه. توالم بزاف هاد السخانه. هنا نقول لكم ان التحليه كل ما بردت كل ما زادت البنه تاعها وكل ما جات هايله اكثر. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وان شاء الله تجربوها. واذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات ليلحقكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفات جديده ان شاء الله.